أنا بدأتها عندما كان عمري 20 سنة، فذهبت إلى العرائش، درست هناك 4 سنوات وبضعة أشهر. وكان هدفي هو أن أعود متعلما لكي أقرأ بعض الجرائد والمجلات وأكتب بعض الرسائل وأقرأ حياة الممثلين المعجب يعني بهم. أما فكرة الكتابة هي لم تكن واردة على الإطلاق. الكتابة جاءت في مدينة تطوان، كنت أرى محمد الصباع وكان كاتبا معروفا في ذلك الوقت، وكان كل الناس يحترمونه ويسلمون عليه. إذا قلت الكاتب يحترم، إذا سأصبح كاتبا، فصرت كاتبا يعني برغم كل الظروف يعني المحبطة. أنا أتكلم عن الذين نسيهم التاريخ الرسمي، لأن التاريخ الرسمي هو تاريخ الملوك والرؤساء والزعماء، وهم لا تاريخ لهم. أنا كنت بحالهم يعني، وما زلت يعني أعيش نوع من العنف، ولكن ليس عنف جسدي بقدر ما هو عنف ذهني. فأتألم أيضا لهؤلاء المنبوذين. كتبي منعت من طرف بعض العقليات ولم تمنع من طرف السلطات، وهذه العقليات محافظة وما زالت تعيش معنا، خاصة ما يسمون يعني المحافظين، ولا أقول كلمة أخرى. أنا لم أخترع هذا العنف. هذا العنف ربما راجع إلى طبيعة الحياة التي عشتها. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مطالعات. ما الذي يعنيه لهاثك خلف أمنيات تعرف سلفا أنها لن تتحقق، تحيد بك عن الواقع لتلقيك في أحضان وهم تدفع حياتك أحيانا ثمنا له؟ وما الذي يعنيه أيضا فقدك هويتك الإنسانية وتحولك مسخا في عالم يبيح لك أن تأكل حتى أبنائك؟ الأمل حين يتحول تعذيبا، واليأس نجاة، والخسارة في أفدح معانيها. هذا بعض مما سنناقشه الليلة مع ضيفي الروائية السورية واحة الراهب وروايتها غرق السلمون، وهي صادرة حديثاً عن دار نوفل الشيت أنطوان في بيروت، والروائي المصري أحمد المرسي وروايته مقامرة على شرف الليدي ميتسي الصادرة عن دار دون في القاهرة. أهلاً وسهلاً بكما. أهلاً فيك واحة الراهب. أهلا فيك. أهلا فيك أهلا أحمد وسهلا. المرسي، سعيدة جدا باستضافتكما. أحمد، أبدأ معك، يعني مبروك. الله يبارك فيك. أنت على يعني القائمة شو بنسميها؟ القصيرة. يعني أنت تقريبا رابح الآن، بانتظار أن يعلن الرابح في الجائزة العالمية للرواية العربية، ولا أسميها البوكر لأن لا علاقة لها بالبوكر يعني، ولكن ما بعرف لماذا هناك إصرار على إشاعة هذه التسمية. لن أحرجك ولن أسألك عن رأيك بالجوائز العربية، لكن سؤالي: هل تشعر بأن الجوائز العربية بشكل عام تفيد الأدب، أم تشعر أنه لا تشوش عليه؟ لا، الحقيقة هي بتفيد الأدب بشكل كبير. نعم. كنت لسه في لقاء صحفي أخير كان بيتكلم عن القصة القصيرة وفن القصة القصيرة، والشعر كذلك. إزاي عندنا فن زي الشعر يعني بيضمحل له القصة القصيرة، عندنا أزمة فيها. إزاي إن ممكن الجوائز تنقذ الفن ده؟ لا، الجوائز العربية بتسلط الضوء على الكاتب، بتسلط الضوء على العمل، بتعرف القراء بيه،
في ظل زخم كتير وإصدارات كتيرة في الوطن العربي، لا الجوائز العربية مهمة جدا في الأدب، فن هلا الرواية انت بالذات. يعني تمثل على اللائحه القصيره، واكيد هذا شيء مفرح يعني لاي كاتب، ولكن سؤالي كان يتعلق اجمالا بالخيارات. يعني عندما سالتك هل هي تشوش يعني على القارئ العربي، يعني افكر بالقارئ تحديدا، لانه اصبح القارئ عندنا لا يقرا عمليا الا الكتب التي ترشح لجوائز. واحد راهب، احب ان اسمع رايك. لا شك الجوائز يعني هي عامل محفز للمبدع، بتحقق له انتشار وعالمية ويعني متابعة. صار جمهورنا ما بيقرأ إذا ما عنده ثقة 1000000% إنه هذا الكتاب جدير بالقراءة، ما مستعد يغامر بالشراء. لكن بظن إنه المنحة اللي عم تاخده كثير من الجوائز عم يفقدها مصداقيتها. يعني من ناحية اختيار لجان أحيانا فاقدين مصداقيتهم، من ناحية مثلا صار معك أنت كمان مرة أنه ترشحت أو تقدمت الرواية وبيتم تنحيتها جانبا. مش مشكلة، بس يعني أنا عندي كمان رأي لما أطرح السؤال. أنا تخيفني الجوائز قليلا، لكن أفهم يعني أن يفرح الكاتب بأنه ينال جائزة. على طول في شيء بالإيجو يعني عند الكاتب، خاصة الكاتب العربي، لأنه يعني مهضومة حقوقه، ما في جمعيات تعنى فيه إلى آخره. ولكن كأنه في شعور أنه يعني في تدجين شوي للكاتب من ناحية. في أيضا يعني قارئنا ليس قارئا متمرسا، يعني ليس قارئا مثقفا بالأساس. فأحيانا بحس الواحد أنه هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الجوائز، أن توجه القارئ صوب الأعمال يعني المهمة حقيقي. فعلا، صحيح صحيح. دون الانتقاص من قدر يعني. ومش بس للكاتب، يعني انا بشوفها دايما هي مفيده للقارئ كذلك. يعني في زخم كتير من الكتب، والقارئ فقد مصداقيته في عندنا كتاب كتير ودور النشر كتير. أنا كتاب أكثر مع النقل. احنا عندنا مثلا في مصر يمكن حوالي 1200 دار نشر. لو كل دار نشر اصدرت 10 اعمال بقى يعني عندنا عدد تخيل مهول بقى. صح، من الكتب. سنوي. القارئ ازاي هيعرف الكتاب القيم والكتاب غير القيم؟ مفروض هيدا دور النقد، دور النقد ودور الجوائز، والصحافة الثقافية أيضا، ودور الجوائز كذلك. دور النقد هو أهم أنا برأيي من الجوائز. لكن للأسف أنه بالآخر النقاد يعني هن بالآخر عددهم ما كافي ليغطوا العدد الهائل للكتاب اللي عم يطلعوا، والروايات اللي فعلا بدها وقت طويل لتنقرأ. وبنفس الوقت يعني بضل النقاد أغلبهم هن جايين من النقد، يعني نادرين ليكونوا جايين من كتابة الرواية، فبالتالي نقدهم ما بعرف لأي درجة رح يكون كافي على كل حال. يعني الكتاب كذلك أنا عايز أضيف حاجة يا أستاذ نجوى، بعيدا عن النقد، كذلك هو الناقد في الأول وفي الآخر قارئ. هو في الأول وفي الآخر بيقدم كأنه يعني بيستقبل العمل كقارئ، محتاج ضوء على العمل عشان يقراه برضه. ما هو ممكن في عمل مختفي وسط مئات الأعمال هو مش عارف يشوفها برضه. بيجي هنا دور الجوائز بقى في إلقاء الضوء على العمل. بعد كده الناقد ممكن يقراه يقول رأيه فيه سيء جيد، القارئ برضه يقول رأيه فيه سيء جيد. طيب نحن هلا سنقول يعني الجائزة ستصدر نتائجها بعد كم يوم، يعني بنتمنى له حظ ونتمنى أن تفوز ليدي ميتسي وأصحابها بالجائزة. واحد راهب، سأبدأ برواياتك، أو بالأحرى سأعود إليك. أحمد، لو أردت اختصار مقامرة على شرف الليدي ميتسي يعني بجملة أو جملتين، أنا يعني لأقلك أنا شو شعرت، لقلت إنها رواية عن مقامرين يقامرون بحيواتهم من أجل أمنيات لن تتحقق. صحيح. أو هي عن أمنيات لا تتحقق لأنها تخشيش، يعني تغش الذات، ولأنها تمثل الخوف من مواجهة الواقع ومن تقبله كما هو. هل توافقني صحيح. على هذا التعريف؟ 100%. الرواية بتتناول فكرة الأمنيات الغير محققة اللي
أو الأمنيات التي لن تتحقق ويتجه ليها الإنسان وهو دافعه الهشاشة النفسية مش أكتر. نعم. في ظل واقع مأزوم في العالم بيبدأ عند الإنسان تطلعات كبيرة من أجل انعتاق من أزمته. أحيانا بتبقى واقع آمال وهمية غير حقيقية، قد يدفع ثمنه وحياته وأحبائه في مقابل هو حققها لن يصل ليها في النهاية. فاحنا في وسط عالم مأزوم ضاغط على الإنسان بشكل عام، بيجد الهروب من ضغطه ده عن طريق أحلام يعني شوي موهومة، الأحلام التي قد لا تكون غير واقعية، مثلا زي نعم. الربح السريع مثلا. الثقافة الحديثة أسست لده في القرن ال21. الربح السريع، الشباب الدائم وخلافه. نعم. أحلام غير واقعية طبعا، الشهرة التي لا تنبني على شيء. صحيح. ده بيؤدي الإحباط في ده، وعدم وصول الإنسان لهدفه في النهاية بيؤدي إلى انهياره بالكامل، وده بيكون خطر. وهنا تكمن خطورة هنا تكمن خطورة الأمنيات الغير مبنية على أساس حقيقي. نعم. واحد راهب غرق السلمون. السلمون سمكة تسبح عكس التيار، وروايتك تقول يعني بشكل ما إن السباحة عكس التيار في بلداننا وفي سوريا بشكل خاص قرار يعني ثمنه غالي جدا، ندفع مقابله أثمان باهظة، وإلا يعني إذا لم نفعل هذا ارتددنا في عصر التوحش كما أنت تسمينه إلى مسوخ وحيوانات مفترسة تقتل بلا هوادة. لا شك يعني أنه أنا سميتها غرق السلمون لأنه إحنا عايشين بعصر التوحش. توحش إما باتجاه تدجين، أو هو أنا كنت أسميها زمن الحيواني، إنه التحيون باتجاه إما تدجين البني آدم لحيوان أليف كقطيع الغنم مسالم مستسلم، أو توحشه باتجاه إنه يصير مثل قاتله، مثل اللي عم بيقوده. البحث عن هويتنا الإنسانية تكمن بأنه الخيار ما يكون لا هون ولا هون، لكن للأسف الزمن هذا ماشي فينا بهذا الاتجاه، وعم بيكون الصراع فعلا مدمر للكيان، لأنه بيوصلونا لمرحلة أنه من الطغيان خوف بخلينا أنه استسلام لتسليم رسلنا لقاتلنا هو أقصى طموحنا، لأنه عم بيحررنا من اتخاذ القرار وعم بيخليه هو يسيد على استعباده إلنا، وأنه هو يقرر مصيرنا باتجاه نهايتنا بالآخر. فلهيك الثمن باهظ على كل الأصعدة، أصعيد خسارتنا ذاتنا، خسارتنا إنسانيتنا، استعبادنا، انهائنا، استلاب يعني الكائن البشري. إذا بدي أدخل بتفاصيل الرواية، يعني الرواية تتحدث عن عائلة يعني مكونة من والد ووالدة، 3 أبناء ذكور وابنة واحدة. الأب يعني يبدأ من حال معدم تقريبا يعني يترقى اجتماعيا حيث يصبح مسؤول كبير عن فرع أمني، وهو يعني يناضل ليربي أولاده بطريقة تشبهه. عنده الابن الكبير ناصر الذراع اليمين، وأنت يعني كل تصديقا على ما ورد أنت يعني تأخذين ملمح من كل شخصية لتقولي كيف أنه عم يتحيون. أعيد العبارة التي استعملتها. فالأب هو ضبع مفترس، الابن ناصر كلب مطيع ولكنه سيجاوز الأب ويصبح ذئب مفترس. الابن الثاني يعني اللي هو محب ولطيف وعاشق يعني، وفي مقاييس العائلة يعني والمجتمع هو يعني منه نافع. وابن ثالث معوق يخجل الوالد فيه ويخفيه، يقول أنه أرسله إلى مصح بروسيا ويختفي أثره. ثم هناك الابنة اللي بتسميها أمل، والتي تبدأ الرواية معها وهي تصارع الموج، هي سمكة السلمون اللي حاولت أن
تقف يعني عكس هذا التيار تصبح عكس الجارف. التيار. هالعائلة هي مصغرة شوي عن الوضع السوري. لماذا اخترتي أنه تكون أمل يعني وهي الأنثى الوحيدة بالعائلة؟ هناك الأم، بس الأم ما جابهت، الأم مظلومة، أضعف من أن تجاب. يعني أعطيتيها شيء من النقاء إلى درجة أنه هي قادرة على التبصر وعلى التنبؤ بما عندها حدس فظيع بما سيجري. هي بالأساس كونها مثل ما بنكتشف لاحقا أنه هي تحمل جينات مختلفة عن هالعائلة. يعني هذا لا شك ما بيعني أنه أنا عندي نظرة موحدة أبيض وأسود لعائلة دون غيرها. الأكيد دائما بكل عائلة في الأبيض والأسود، وبكل شخص في الأبيض والأسود، بس هي بالذات بنكتشف بعدين هي تحمل جينات أخرى. ايه بس أنا ما حبيت أفضح الرواية. طبعا نعم. ما بدنا نفضحها. أضف إلى أنه هي بتدخل بالغيبوبة، والغيبوبة كما يعرف عنا أنه بتعمل حالة دخول بالعتمة نحو النور، استضاء نحو المعرفة، السنارة، تنمي للحواس الداخلية. فهي عندها بتنبع عندها قدرة استبصارية. نعم. هيدا بيأهلها أنه القدرة الاستبصارية، وأنا بحكي شوي عن تجربة بخجل أولى هاي النقطة، بس حقيقة لو ما بعرفها عن قرب هاي الحالة ما كنت بحكيها. هي القدرة الاستبصارية بدها شيء من النقاء، التعاطف، من صفاء الروح، من صفاء الروح، وهي صابتها من هي وعمرها 10 سنين بقمة النقاء يعني. نعم. فبالتالي هي حملت كل هالمورثات، وهي اللي عم بتدور على استكشاف هويتها، على اكتشاف ذاتها وبعيدا عن الحيوانات. هي لازم نقول انه في جزء من الروايه تخضع لقرار والدها بانه يزوجها لشخص قادم من امريكا، بتحاول انه يعني تتبع اذا بدك حركه الموج والتيار الى اخره. وها انت تربطين ايضا مصير هذه العائله يعني بمصير العالم وليس فقط بمصير سوريا. يعني رح نشهد انهيار برجي مركز التجارة بأمريكا، ثم غزو العراق، أيضا الربيع العربي، ثم الثورة السورية، وقمع الثورة السورية مع البراميل، مع غاز السيرين، يعني في مشاهد مرعبة كيف تتحول المستشفيات إلى مسالخ، إلى مراكز تعذيب إلى آخره. هذه أشياء معروفة على كل حال، ولكن عندما تصلين إلى وصف يعني المظاهرات، وعندما تتحول أنا الراوي اللي هي أمل، يعني تصبح هذه الأنا نحن، ويعني بيقف شعر بدني. تصلين إلى ذروة بالوصف لهذه النحن عندما يعني شمت رائحة الحرية وكسرت حاجز الخوف. أنت عايشتي هذه الأحداث، يعني هل القرب هو اللي ساعدك على أنه تصفيها بهذا الشكل الرائع؟ هلا القرب أكيد إنه أنا عشتها بلحظة كانوا عم يقصفوا ركبي وأنا رايحة أول مظاهرة. بلحظات لما توحدت أنا كفرد مع الجسد الثوري الواحد، تلاشى الخوف لدرجة إنه لما صار القصف والضرب رصاص على الناس، نعم. الناس عم تهرب، أنا حسيت بردا وسلاما كأنه نازل علي وماشي بتؤدى، وسمعت صوتي عم بيقول لهم لا تخافوا لا تخافوا بكل برود. يعني فعلا هيدا حاجز الخوف فعلا عند كل الناس انكسر. فعلا بينكسر. صح. يعني القوة، الإحساس بالقوة الجماعية، وأنت عندك يعني بروايتك أيضا شيء من هذا النوع سنتحدث عنه بعد قليل. وعندي ملاحظة بسيطة، يعني أنا أثناء القراءة مع يعني جمال اللي قلت لك عنه والتأثر، شعرت أحيانا أن اللغة تسابق الشحنة، تسابق الحدث على تراجيديته، على فجائعيته. بينما يعني كنت أتساءل ألا يكفي الحدث وحده بطبيعته، يعني دون تحميله هذه الشحنة إذا بدك العاطفية أو الدرامية، لا يعبر عن نفسه بنفسه؟ أنا بحس اللغة هي اللي بتحمل الشحنة قبل الحدث، أهم من الحدث، خاصة بالرواية. يعني إحنا مو سينما عم نعمل فيلم، ممكن كان الحدث بحد ذاته يكون هو
بالرواية العماد الأساسي أنا بحس اللغة والمجاز والأحاسيس كلها أنا ما بتنطق غير باللغة. ف يعني ما بحس إنه الحدث لحاله بدون تعبير لغوي يطلع الشحنة كلها اللي بداخلي كافي لأنه يعبر لوحده. وجهة نظر على كل حال. نتوقف مع فاصل قصير ونعود إلى متابعة حوارنا. مرحبا بكم من جديد مع برنامج مطالعات. قبل أن نكمل حوارنا وقفة قصيرة مع فقرة آداب أخرى. هي قصة بتتكلم عن ناس على سفينة صيد في أيسلندا. السفينة دي بتتعرض لعاصفة جليدية شديدة جدا، يعني لدرجة إن هو التلج بيتكون مجرد ما موجة تيجي على السفينة، كل حاجة بتتجمد ومفيش حد بيقدر يقف على السفينة من كتر ما هي في تلج، ويعني لازم يفضلوا ماسكين في حاجة أو مربوطين بحاجة عشان ما يقعوش في البحر يغرقوا. هو اسمه إينار كوروسان، هو كاتب أيسلندي وكان بيكتب شعر الأول، والرواية الأولانية بتاعته فازت بجائزة كان اسمها جزيرة الشيطان، ودي أحد رواياته يعني اللي هي عاصفة الشمال. أظن كان اسمها أصلا طيور العاصفة أو طيور الشمال، وإحنا غيرناها خليناها عاصفة الشمال، وده أنسب للحبكة بتاعتها يعني. هي أصعب حاجة كانت فيها المصطلحات بتاعت الصيد، وإن هو بيكتب بتفاصيل شديدة جدا. يعني مثلا في الجزء الأولاني هو بيتكلم على إنهم بيحاولوا يكسروا الجليد، فما فيش معاول أو زي شواكيش كفاية يعني، فبياخدوا أنبوبة يكسروها ويعملوها مش عارف الشبكة بتاعت الصيد لما بتنزل إزاي وبتفتح إزاي، ولما بتفتح مش عارف ممكن حاجة غلط تحصل فيضطروا يشدوها تاني، وممكن أصلا ده يعني لو في حاجة غلط حصلت الشبكة دي تاخد السفينة وتقع وتغرقها. فده أكتر حاجة كانت صعبة وقوية في الرواية يعني. لعن كثير من أفراد الطاقم الربان علنا وسرا لإبحاره بنا والسماح لنا بساعتي راحة فقط في اليوم، قبل أن يدركوا أنه لم يتحرك من مكانه مرة واحدة في غرفة قيادة السفينة طيلة هذا الوقت. واحد راهب، ما زلنا مع رواياتك غرق السلمون. يعني هناك تفاصيل كثيرة يمكن الحديث عنها، ولكن أولا لا نريد أن نفشي أسرار الرواية، وثانيا الوقت لا يسمح بالإطالة كثيرا، لكن أحب أن يعني أتلو ما تنهين به روايتك، وهو نوع من التحذير الرؤيوي الذي يستشرف يعني المستقبل، إذ تكتبين: سنترحم على أي ملمح من أدميتنا المستباحة بعد أن نكون قد تحولنا إلى مجرد أرقام في حواسيب، روبوتات تدار عن بعد أدنى حتى من الحيوانات التي نترفع عن أن نؤول إليها بحيوانتنا الراهنة. سنترحم على كل لحظة تذوقنا فيها طعم الحرية لم نتشبث بها بمخالب الموت. هل تشعرين أنه هذا ما آل إليه الوضع يعني في سوريا وحتى على مستوى يعني العالم العربي تحديدا؟ أنا برأيي كل ما إنه قايل للأسوأ، بس مثل غيمة سوداء وعم تجتاح العالم كله، لكن مثل ما الغيمة السوداء بالآخر بتمطر وبتخلق حياة جديدة. أنا دائما عندي ميالي للتفاؤل،
بطبعي، وانه مستحيل كل هالقذارة اللي عم تنحو إليها البشرية إلغاء إنسانيتنا. يعني أحداث غزة بحد ذاته بيثبت إنه العالم كله إنسانيته اللي كانت مغيبة عم ينفض عنها الغبار، وعم يقوم العالم، شعوب العالم عم بتقوم لنصرة غزة. فأنا بضل متفائلة بطبعي إنه لا، في سواد، وفعلا احنا قابلين نوصل لهيك ونتحول لارقام حواسيب مثل الروبوت نتحرك، لكن ما معناتها انه احنا نفقد ادواتنا بالمقاومه، خاصه لناس عاشوا الحريه وذاقوا طعمها. مستحيل انت عم بتقولي هالشيء رغم يعني اضطرارك او ارغامك على العيش خارج سوريا يعني منذ فتره طويله. ويعني أنا أعرف ماذا يعني أن يعني ينفصل الواحد بشكل قسري يعني عن بلاده. يعني إن شاء الله بتضل متفائلة دايما، وخلينا نقول أنه حنحط الأمل بوجوهنا. احنا يعني عايشين قيد الأمل، ما في عنا حل تاني. الله يسمع منك. أحمد المرسي على عكس واحة، أنت تكتب عن فترة لم تعرفها، هي عشرينيات القرن الماضي في مصر، وتمر أيضاً على أحداث تلك الفترة مثل الحرب العالمية الأولى والاستعمار الإنجليزي، ثورة سعد زغلول الذي يعني سعد وثورة ستدفع بطلك الضابط سليم إلى أن يدفع بنفسه ثمن باهظ جدا لأنه انحاز إليها، يعني سيطرد سيرفض مثل ما بتقول. لماذا اخترت أن تربط أيضا تاريخ الشخصيات يعني الأساسية بالتاريخ الكبير؟ يعني هل أردت أن تلمح إلى ما نحياه اليوم بشكل عام؟ صحيح. هل ترى تشابها بين الزمنين؟ تشابه يصل إلى حد التطابق أحيانا. يعني أنا بفكر في بداية القرن العشرين وانتهاء الحرب العالمية الأولى، هنا الحروب الطاحنة بتغرق العالم. لسه بنتكلم دلوقتي عن خاصة منطقة الشرق الأوسط، يعني بنتكلم عن وباء الإنفلونزا الإسبانية سنة 1918. مظبوط، نسيناه، عندنا كورونا اليوم. صح. ثورة 19 في مصر سنة 19، احنا عندنا ثورة 2011 والربيع العربي كذلك في سنة 2011 وما تلا ذلك. كان بيعيشوا فترة انتقال من بعد الثورة الصناعية، احنا بنعيش فترة انتقال ما بعد ثورة الاتصالات. فالظرف التاريخي مشابه جدا. الأزمة الاقتصادية اللي كانت موجودة أيامها، كان في أزمة طاحنة كبيرة في المنطقة في تلك الفترة. في أزمة اقتصادية شديدة دلوقتي موجودة. فالتقارب الشديد في الظروف بيولد رد فعل إنساني واحد، يعني وكأن الإنسان في بعد زمني آخر بس هو بنفس مشاعره وبنفس أحاسيسه. وده اللي بيهمنا من التاريخ في الرواية، لأن هي الرواية لا تتحدث عن التاريخ. لا أبدا، ليست رواية تاريخية، هو رد فعل الإنسان على ظروفه أو تاريخه أو واقعه المأزوم. فأنا عدت للتاريخ عشان استشرافا للحاضر أو محاولة لاستكشاف طريقة تعامل الإنسان الحالي المعاصر مع ظرف تاريخي مشابه تماما. وأنا مؤمن تماما أن التاريخ بيعيد نفسه، بيكرر بس نفسه. مش مرعب هالشيء؟ يعني بعد 100 سنة وأكثر أن تجد أنه أنت عم تحكي عن شخصيات وأعتقد تعيش نفس الحالة التي عاشتها شخصيات أخرى من أكثر من قرن، وفوق قرن كمان. أنا أعتقد أن الألم الإنساني واحد من النهاردة لما 10,000 سنة قبل الميلاد، ويمكن كمان 10,000 سنة جايين. الألم الإنساني واحد طالما تعرض لنفس الظروف هو واحد. ايه بس أنا عم بحكي عن الظرف بحد نفسه. يعني أنا قصدي تشعر أنه الزمن بالبلدان العربية يتراجع إلى الوراء بدل أن يتقدم. هذا المقصد. يعني أنا موافقة معك، وأنت تعاطيت مع شخصياتك ببعد إنساني وهو الأساسي، وأنه التاريخ يمر كخلفية. بس فينا يعني أيضا يعني كيف بدي أقول لك، أن نرتكب بين مزدوجين تأويلا من نوع أنه قرن، يعني بعد قرن أكثر ونفس من الظروف قرن الحالية. ونفس الظروف. أنا أعتقد أن احنا لم نتحرك يعني إذا لم نتحرك لوراء فإن احنا نتقدم بل للأمام. ربما يعني حتى القرن الماضي كان أفضل، لأنه أنت أفضل. تحكي عن مناطق هو يعني ما كانش هو بشكل عام ما كانش بالورديه. يعني احيانا احنا عندنا نوع من النوستالجيا، دايما بنشوف الماضي كان اجمل او غيره، بس لا، الناس اللي عصروا مش الماضي أفضل. بس أنا يعني أنا غير مصرية،
ما قرأته في روايتك عن العمران، عن مصر الجديدة، عن مثلا ميدان السبأ، عن كمية البشر اللي كانت تأتي صحيح. إلى القاهرة، صحيح. ويعني بأحلام كبيرة جدا. لكن هنلاقي برضو ان ده مقتصر على فئات طبقية معينة، صح، وهنلاقي صح. ان ده في القاهرة فقط، ولكن القرى المصرية كانت بتعاني تحت وطأة الاستعمار وتحت وطأة وأنت يعني الرأسمالية. تقارب هذا، يعني صحيح. شخصياتك منوعة ليست من مظبوط. وسط. دايما احنا بننظر للوطن العربي او لمصر خاصه من خلال نعم. الافلام الابيض والاسود، يعني نعم، اللي هي صح. الافلام الابيض والاسود بنشوف اللي هي رومانسيه قوي وحالمه وجميله وكل حاجه جميله وفي كله ميزانها، مبسوط وعم كله مبسوط بيغني. والدنيا الدنيا تمام. لا بس الواقع كان مختلف. أوكي. تبدأ الرواية من لقطة جميلة وموفقة، هي صورة قديمة بالأسود والأبيض تجتمع فيها 5 شخصيات: غلام بدوي يدعى فوزان الطحاوي، يركب فرسا بيضاء تدعى شمعة. أنا بالنسبة لي الفرس شمعة اعتبرتها شخصية بطل شخصيه. 100%. انا كنت لسه بدور على الشخصيه الخامسه بس. ما بقول لك انا بالنسبه لي، لانه انت تحدثت عنها بطريقه جميله جدا، يعني عندها اطباع وعندها مزاج وتقبل هذا الراكب وهذا لا يعني جميل، يعني في فهم لنفسيه شمعه الى اخره. سيده انجليزيه هي الليدي ميتسي التي تعطي العنوان للروايه. والمقامر الضابط المرفوض سبق أن تحدثنا عنه، ومرعي لذيذ كتير، شخصية مرعي المصري الدلال على جياد السبق والمساعد على تزوير السباقات. سؤالي: هناك مقولة تفتتح بها النص، خاصة عندما تقول يعني عن الجملة موجودة ببداية مات فوزان الطحاوي بلا أمنيات. نعم، يعني مفتتح الرواية. مفتتح الرواية: إن الأمنيات التي لم تتحقق هي أصل عبودية كل إنسان. بينما المقولة الحقيقية وهي لعالم يوغا، يعني معلم يوغا عفوا، هندي، تقول مكان الأمنيات desires، يعني الرغبات. ليه ترجمت أمنيات مع أنه الرغبات أقوى جدا؟ وهي الترجمة الحرفية الصحيحة الحرفية، لكن نعم. لكن هي الأمنيات اللي موجودة هنا في الرواية مش الأمنيات اللي احنا نعرفها. اللي احنا نعرفها. نعم. هي أمنيات مخادعة، أمنيات قد تغالط الإنسان، قد تهوي به إلى يعني بئر سحيقة زي ما بيقولوا. نعم. هي أشبه بالرغبات أكتر منها أمنيات مسالمة. أنا ماني موافقة معك. لأنه ليه؟ أنا أعتقد أنه الرغبات شيء لصيق بالطبيعة البشرية. يعني أنت ما بتقدر تنقي رغباتك تولد معك، تولد مع الظرف الذي أنت فيه، بينما تبدو الأمنية وكأنها شيء يأتي من الخارج. ده في الظروف يعني الطبيعية. ممكن الاستغناء عنها. لا. أنه أتمنى لا. أن أكون في الظروف يعني الطبيعية، لكن في نفسية شخص مأزوم أحيانا الأمنية بتكون شيء أساسي جواه، وكأنه الرغبة. ليه ما حبيت تسمي الرغبة؟ لأنها قد تحيل إلى أشياء أخرى. شو رغبة؟ شو جنسية يعني؟ الحاجات البشرية الطبيعية، يعني نعم. الحاجات البشرية الأصيلة في الإنسان أو الحيوان بس كذلك. الرغبة المكبوتة مخيفة، يعني قد تفجر صحيح. الإنسان أكثر من أمنية لم تتحقق. أحيانا الأمنية التي لم تتحقق، بمعنى الأمنية اللي بيتمسك بها الإنسان في مقابل الموت أو في اللي مقابل في وراها هلاكه، رغبة حقيقية. في وراها رغبة حقيقية. أوكي طيب اتفقنا. الفصول تتوالى بأسماء الشخصيات تقريبا، يعني كلما ذكرنا اسم شخصية ندخل إلى عالمه، وهو على صلة طبعا بالشخصيات الأخرى. أنت أيضا تبرع في وصف عالم السباق، مش هين، حتى يستعمل كلمات لم تعد دارجة، يعني كلمات مصرية وتفسرها يعني ولكن يتضح أنه حيوات هالشخصيات كما يعني قلنا منقوصة، وأنها تراهن على جياد خاسرة، يعني على أمنيات خاسرة، وتبحث عن مكانة بالأمكنة الخطأ، إلى أن يتضح لها أن هذه الأمنيات هي مكانة يغششها ويوهمها أنه لا هون لازم تراهن أو هون لازم، يعني هول الناس عم بيلعبوا بمصائرهم هن. صحيح. بأنفسهم،
صحيح. يعني الواقع يتلاعب بالمصائر، ولكن هن يزيدون بأنه يقامروا باللعب بأنفسهم. حتى بأنفسهم. في حوار بين عايدة اللي هي البطلة بتاعت الرواية، وهي بتكلم هي زوجها زوجة سليم، الضابط. الضابط، بتقول له انك بتختار الطريق الصعب او الطريق صح. الخطر عشان تصل للي انت عايزه، ومش ده اللي هو مش ده الطريق الصحيح يعني. فاحيانا الانسان لما بيوصل لمرحله من اليأس الشديد بيبقى قدامه اللي هو يرمي نفسه، او يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه يمكن اغلب اللي قارئ الروايه ما يعرفهاش كله، يعني ما يعرفهاش ان شخصيه زي شخصيه مرعي المصري هي شخصيه حقيقيه. قرأت عنها قبل كده عن مراهن في بيروت، زوجته توفت بسبب المراهنات على الخيول، وبعد وفاتها راح يراهن على الخيول. وكأن هو مرعي المصري شخصية يعني معقدة ومركبة وحلوة، لأنه يبدو سيء وشرير يعني، وبيبيع نفسه لأي يعني بده فلوس، بيغش الآخرين إلى آخره. وتظهر له دائما وتظهر له دائما امرأة تدعى زينب، ما بنعرف إذا هي موجودة أو لا يعني، وبتحاسبه وبتطلع فيه هيك من بعيد بلوم وإلى آخره، إلى أن يفرط بلحظة صحيح ويخبر من هي زينب، وهي بالضبط هذه الزوجة المحبة اللي بيقول هي الوحيدة التي قبلت بي كما أنا، وأنا برضو يعني استهزأت بالحب انتحرت بأن أحرقت نفسها. على كل حال تنشأ علاقات صداقة بين الشخصيات جميلة جدا، وهي تبدو صداقة الخاسرين، اللوزرز، صداقة الأزمة. الأزمة. هل ممكن نحكي شوي عن هالعلاقات كيف تشتبك بين احيانا الصداقه بتتكون من تشارك الازمه، يعني لما مجموعه من الاشخاص يقعوا في نفس الازمه بيخرجوا من هذه الازمه اصدقاء، زي اخوه السلاح، مصطلح اخوه السلاح اللي بيكلموه، هي حرب وبيخرج بيها باصدقاء عمر يعني. فهنا ما خرجوش كاصدقاء، هم هنا تشاركوا الازمه في لحظه، حتى انا بشبهها باصطدام كرات البلياردو، تصادموا في لحظه وافترقوا الى الابد يعني. فالأزمة نفسها بتخلق علاقة إنسانية قوية بيناتهم فعلا. يعني تتطور العلاقات من ناس يعني التقوا بمصلحة، وفجأة بلش الجانب الإنساني، بلش الإنساني يعني الهش يظهر. حتى شخصية زي شخصية مرعي المصري، وهو زي ما حضرتك وصفت يعني هو نصاب ومتلاعب وبيلعب بالثلاث ورقات زي ما بنقول، ولكن في داخله إنسان بيظهر في لحظات معينة دقيقة. صح. في أزمة شخص آخر بيساعده أو بأفعال خير. وأنا دايما بشوف إن الخير والشر مش أبيض وأسود، ما فيش حاجة. واحد يعني بحب أسألك أيضا عن شخصية لم يرد ذكرها، في علاقة حب يعني قوية جدا، عشق بين أمل وربيع. يعني ربيع هو شخص من قريتها تغرم به، ولكن يمنعون من التقرب منه لأنه ليس من مستواها، ويزوجونها كما قلنا شخص قادم من أمريكا وعليه القيمة والقدر. بس ماذا سيحصل يعني لو بتحكي لنا شوي عن كيف يعني تتدخل هذه العائلة الشرسة بمصير ربيع، لأنه أوكي زوجوا الأخت وذهبت إلى أمريكا، لماذا يلاحقون ربيع إلى هذا يعني بهذا العتي والعنف؟ ربيع مو بس حبيب بنتهم اللي هي بالنسبة لهم استثمار، بالإضافة لكونه بنت يعني هو معارض لعقلية السلطة. هذا أخطر شيء بالنسبة لعقلية السلطة، أنه تكون معارض. ثانيا هو حاول يناهض الأب بذاته ويكتب مقالات ضده. هذا غير مقبول يعني قطعا. هذا خلص يعني هذا بيحكم عليه بالموت. وهن فعلا يعني بيحكموا عليه بالموت، بطريقة مخيفة بكتير من الموت يعني بس ما رح أفتح ما أنت كل يعني شخصياتك. أنا بقى عندي فضول دلوقتي يعني. مش بس هيك يعني حنهديك الرواية كسبت قارئ. فيعني الشخصيات كلها تتبدى غير ما هي مع مسار الرواية يعني. نعتقد أنها كذا
وستصل إلى هذا المصير، شوي تفاجئيننا أنه لا، ستذهب إلى مصير آخر. بعد ما انتهيت منكم سأتوقف وقفة قصيرة ونتابع حوارنا. أهلا من جديد أعزائي المشاهدين، ما زلنا مع مطالعات مع ضيفي أحمد المرسي وواحة الراهب. قبل أن نتابع حوارنا نقف مع قارئ الأسبوع. أبراج من ورق للكاتب سعيد رضواني. يلاحظ القارئ أثناء قراءته لهذه الرواية التناقض والطباق والمقابلة التي بنيت عليها الرواية في جميع الفصول، بدءا من العناوين إلى اللغة إلى الأحداث إلى أدق التفاصيل في السرد والوصف. لكن أيضا يستطيع القارئ أن يلاحظ أن الكاتب سعى إلى شرح مفهومه للخلود من خلال التحام والوحدة بين الفنون الجميلة والأدب، بدءا من النحت والرسم وصولا إلى التأليف والكتابة والأدب. فيرسخ الكاتب نظرية الخلود من خلال المنجز أو الإنتاج الذي يتركه الإنسان بعد رحيله، سواء كان الإنتاج أدبيا أو فنيا من خلال تمثال أو لوحة أو كتاب يؤلفه الكاتب. كما تعتبر هذه الرواية أبراج من ورق جديدة الفكرة والبناء، لا تطرح ثيمات مستهلكة، لكن الكاتب بالغ في الوصف على حساب السرد والحدث، مما أضعف عامل التشويق في الرواية. يجدر الإشارة إلى أن رواية أبراج من ورق هي التجربة الروائية الأولى للكاتب سعيد رضواني، وقد نال عليها جائزة أسماء الصديق للرواية الأولى. واحة الراهب، لم نتحدث تحدثنا عن شخصية ربيع. قلنا منذ قليل أنه سيلاقي مصير يعني بائس جدا، يعني يفضل أنه الواحد يموت ولا يعيشه، بس ما بدنا نفضح يعني مصير هذه الشخصية. ولكن أنت يعني كيف بيقولوا لم تواربي، يعني أنت تقولين أنه هذه العائلة تنتمي إلى قرية من قرى الساحل، وتسمين كلمة الطائفة دون أن تتلفظي يعني ما هي الطائفة، لكن يعني القارئ يعني يدرك مباشرة عن أي طائفة نحن يعني نتكلم عن الطائفة التي كانت تسيطر على الأمن، والتي ينتمي إليها النظام. يعني هل هذا قصر على هذه الطائفة واحدة يعني بسوريا؟ بس أنا بالرواية نفسها موضحة أنه هاي العائلة هي الاستثناء بهالقرية اللي هي عكسها تماما. نعم. يعني هل العائلة اللي تدعي انتماء لطائفة معينة ومسيطرة على مصائرهم بحجة حمايتهم مثل ما النظام بيدعي، هي ضد كل هالناس اللي بهالقرية، هي ضد أهالي هالطائفة نفسهم. وأكثر من تلوع بسماه هو ربيع، ابن هاي الطائفة وابن هاي المنطقة، لكونه فقط معارض. ولما بصير سائر بصير بطل بأعين الناس، بصير الخضر بسموه بلقبوه بالجبل الساحلي، في يعني الخضر اللي بيصرع التنين، دائما موجودة هالصورة ببيوت كل الناس. بس أنت لا تشعرين أنه يعني أحيانا يعني الخوف، القمع، عدم عيش حياة سوية خلال سنوات طويلة، أجيال وراء أجيال، قادر أيضا على أفساد يعني الأرواح، إنه آخر شيء الناس بدها تاكل وتعيش وتشرب. هلا صار هذا الشيء،
لا شك أنه حتى الطائفة العلوية كانت ضد النظام بفترة الثورة الأولى، لكن النظام سلح وخوف وقمع وفهم الطائفة أنه أنتم بدون حمايته أنتم مقتولين، فبالتالي ارتدت هاي الطائفة للأسف غصبا عن إرادتها. والدليل أنه حتى ربيع نفسه بنشوف أنه عنده ملامح للارتداد. ايه يعني هون قلت الكلمة انه يعني هو حاولنا سيرتد نقولها. وسيصبح تقريبا خادم عند ما بدنا من نقول. الخوف. الخوف. لا انه سيصبح من الخوف يعني لعبة بيد السلطة. الطغيان يعني مرعب. مرعب. نعم صح. مش كل الناس أبطال، مش كل الناس سمك سلمون. بالضبط. نعم. يعني لهيك هي استثناء هاي الشخصية لكونه إنسانيتها من الأساس من الطفولة فائضة عن اللزوم، فائضة عن هذا العصر. لهيك صارت سمكة سلمون تسبح، كان خيارة تسبح عكس التيار، مع أنه يعني الواحد مثل ما قايلة بالرواية أنه ما بيختار مو بنطلون نرتديه أو ملابس صح. أنه نحط علينا قصة التحيون. طيب أنتقل إلى مقامرة على شرف الليدي ميتسي. خلينا نتحدث شوي عن شخصيات، يعني كيف اجتمعت لديك هذه الشخصيات؟ يعني مش هين جمعة. مش هين لأنها من طبقات اجتماعية مختلفة ومن مشارب مختلفة وأيضا من جنسيات مختلفة. صحيح. ومن أعمار مختلفة. صحيح. ولكن زي ما قلنا الظرف واحد والأزمة واحدة. والمكان كذلك واحد، يعني هي كان مكان واحد بيجمع كل هذه الشخصيات في مصر. المجتمع متعدد الثقافات في مصر في بداية القرن العشرين. كيف خطرت لك مثلا ليدي ميتسي؟ من هي ليدي ميتسي؟ الليدي ميتسي هي شخصية، هي طبعا اللي بتسميها بها اسم الرواية، هي شخصية إنجليزية فقيرة معدمة، جاءت إلى مصر متزوجة من راجل باشا شامي، توفى عنها وترك لها ثروة هائلة، وهذه الثروة الهائلة بتعالج بها ماضيها بأمنيات فعلا لن تتحقق. أبدا هي أبداً. مستحيل أن تتحقق. بالضبط مستحيل أن تتحقق. لديها أمنية يعني تتطلب معجزة، يعني. تتطلب معجزة فعلا. وهي بتواجه مرعي وتوجه له السؤال إن هي شخص لا يفقد الأمل، لأن هي بتصلي لرجوع شخص أصلا زال، وإن هي متأملة في المسيح أو متأملة في الإله إن هو قادر على فعل هذه المعجزات، بتسير حياتها باتجاه أمل غير موجود ولن يتحقق بمنطق العقل، يعني. نعم. وهي أيضا صاحبة الفرس التي سترسلها للسباق الخيل. مظبوط. والتي يعني سيشتريها مرعي من قبائل الطحاوية، اللي سيصحبها فوزان يعني اللي عمره 14 سنة لكي يسلم. هو يعمل عند عمه قاسي يعني ونصاب وسارق وقاتل. صحيح. قاتل أبيه. صحيح. فيرسل إلى القاهرة مع الفرس شمعة. أنا انغرمت بشمعة. شمعة فرس بيضاء جميلة أصيلة وحجمها ما كتير كبير، بس يعني يوسف أحيانا كيف تركض بالسباق عندما يركبها فوزان. لأنه هو معود عليها من وقت ما خلقت، بيحكيها وبتفهم عليه. جميلة جدا. أنا سميتها شخصية بالرواية، يعني مشان هيك قلت لك بالصورة في 5 شخصيات. يعني العلاقة بين ميتسي وفوزان أيضا علاقة جميلة، لأنه تستبدله إلى حد ما بطفلة الذي فقدته تقريبا في هذه السن. صحيح. مظبوط. شخصية تانية برضو بتعالج به هي شخصية عايدة. بنلاقي ان في علاقة بين فوزان وعايدة بتظهر كده في الكواليس كمان حلوة جدا. في خط كده برضو هي افتقادها للإنجاب، محاولة برضو تعويض بس برجع بسألك، يعني أنا حشرية، نحن الكتاب يعني بدنا نعرف كيف اجت الفكرة، كيف أتتك فكرة هذه الشخصيات؟ يعني هاي المرأة الإنجليزية كيف خطرت لك؟ هي
انا مش بختار، يعني هي مش بتبقى فكره. هل عندما قرأت يعني عن السباق هل بدأت بفكرة السباق انه بدي اكتب شيء عن تلك المرحلة؟ لا، وانا عايز اقول لحضرتك حاجه. هي نعم. الافكار مش الافكار بتتلبس الشخصيات، مش الشخصيات اللي بتتلبس الافكار. يعني نعم. انا دايما ببدا العالم الروائي بمجموعه من الافكار. الافكار دي بلبسها لشخصيات، فكل شخصيه من الشخصيات هنا ارتدت زي فكره معينه. من اول شخصية حضرت؟ الليدي ميتسي. ميتسي كان. الليدي ميتسي، نعم. ثم سليم حقي، ثم فوزان الطحاوي، ثم مرعي المصري. هم هيك جربوا بعضهم اصلا. يعني بالرواية جروا بعضهم شخصية جرت الاخرى، كما لو كان السرد يعني والشخصيات مقطورات من قطار يتوجه يعني صوب نهاية الرواية. طب ما هي مصادرك؟ المصادر في عمل زي ده، هي عملية البحث استمرت يمكن 3 سنين. مصادر متعددة. الأرشيف الصحفي المصري أخذ عملي بالصحافة سهل لي ده. الاطلاع على الأرشيف عن سباقات الخيل. سباق الخيل كان حدث أساسي زي المهرجانات الفنية كده، بيتم تغطيته إعلاميا بشكل كبير يعني. والمجتمع كله كان بيهتم بيه. المراجع زي شيخ العرب سعود الطحاوي سعود، واحد من شيوخ القبائل الموجودة موجود أنت بتقول هالشيء. نعم نعم. قام بجمع داتا كبيرة وعنده وثائق مهمة جدا اطلعت عليها، وكان مصدر مهم جدا. يعني المصدر الخاص بالقبائل الطحاوية بالكامل كان هو مصدري الأساسي فيها، بالإضافة إلى طبعا عشرات الكتب التاريخية عن مصر الجديدة، وبعضها غربي وبعضها عربي. وعن مصر الجديدة والبارون اللي أنا زايرتها هيدي المنطقة ببيوت القصر بتاع البارون بعد التجديد، بعد الترميم. ففي مصادر كتيرة يعني. الحكايات اللي كان ممكن يحكيها بعض المعمرين من سكان مصر الجديدة، لأن مصر الجديدة ما زالت رغم ذلك محتفظة بالأساس العائلي الخاص بها. يعني سكان أحيانا مصر الجديدة هم سكان مصر الجديدة. والقراء لما بيقرأوا الرواية بيقولوا لي ده اللي أنا شفته في مصر الجديدة. على كل حال الجميل إنه يعني ما بينتبه إنه واحد عامل كل هذا البحث. يعني بيصدق إنه هو كأنه عايش بفترة العشرينات بمصر. أحمد، بدي أقرأ نهاية الرواية. هو يبدأ على الصورة يعني الفوتوغرافية، وينتهي بالشكل التالي: عندما سيجدون فوزان الطحاوي، واللي هو كان الولد يعني ميتا، سيجدونه مثل الجنين، ولكن الحقيقة أنه سيكون في وضعية الركوب، كما علمه مرعي أفندي أن يركب كالقرفصاء، ويداه لم تكونا تترجيان الموت كما ظنوا، ولكن تمسكان لجام فرسه التي لكزها في هذه اللحظة في ذاك الحلم الأخير، فانطلقت تجري وتجري لا يسبقها أحد. أنا بس قريت يعني بكيت. كتير عجبتني النهاية. يعني نزلوا دموعي وانقهرت انه مات فوزان بالاخير اللي تعرفنا عليه عمره 14 سنه. ولكن موته دايما لما حد بيكلمني او في المناقشات بقول ان لحظه موت فوزان الطحاوي مش لحظه حزينه، على العكس هي لحظه جيده، لحظه مؤثره جدا، وبتشعر انه هالحريه اللي فقدها بلحظه ما خلال الروايه اكتسبها في لحظه سعاده. يعني ما زال مع خيله، والموت يعني انطلق. صحيح. أنبت له جناحين وانطلق فيه. شكرا. عفوا. واحد راهب، شكرا على روايتك الجميلة والمؤثرة. أصدقائي، يعني مثل كل مرة أدعوكم إلى قراءة هاتين الروايتين ولن تندموا. خلص وقتنا. يعني طبعا تشكرات كبيرة جدا. أنا عشت لحظات رائعة مع الروايتين فعلا. الشكر موصول أيضا لكم أعزائي المشاهدين، على أمل أن نلتقي في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج مطالعات. تصبحون على ألف خير.